السلام عليكم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب شهر سعيد عليكم وسنة سعيدة عليكم وكل حاجة. آم، النهاردة أول يوم رمضان. ده هينزل أول يوم رمضان بالكتير تاني يوم رمضان. والفيديو ده بالنسبة لي والفيديو ده بيتكلم على الشهر الكريم اللي احنا فيه ده. بيتكلم على أهميته، بيتكلم على إن احنا كبرنا جدا 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 إن احنا نكون بنصوم وخلاص، بالذات لو بنصوم عشان الناس. أنا مش داعي إسلامي، أنا مش واحد يفقه في الدين. أنا كل اللي أنا هاتكلم عليه في الفيديو ده النهارده هو رأيي عن الحاجات اللي أنا هاعملها. لو أنت عايز تسمع حاجات عن الدين أكتر، يا ريت تبص على داعي إسلامي، تبص على شيوخ. الناس دي بتفهم وبتعرف أكتر مني بكتير. أنا هكلمك على أنا هعمل إيه في الشهر دوت، وإيه الفرق ما بين رمضان دوت وكل رمضانات التانية، وليه أنا بقول إن إحنا كبرنا، إحنا بقينا كبار قوي على أي حاجة بنعملها عادية في رمضان، وإيه اللي يختلف. وهتكلم على شهر العبادة، بس هتكلم على كذا حاجة برضو بجانب العبادة، من أجل إنك تبقى عبد صالح برضو في الأول وفي الآخر. طيب، أنا هبدأ كلامي بالصلاة. أنا عايز أتكلم كالحاجات الدينية، عايز أتكلم عليها بتفاصيل، بس أنا مش هغوص عليها عشان في الأول وفي الآخر أنا زي ما قلت لك أنا مش داعي إسلامي. أنا في الأول وفي الآخر واحد بيشوف الدنيا عاملة إزاي، بيحاول يعيش أحلى بأحسن طريقة يعني. ف بالنسبة لدينيا، أنا الصلاة، أنا من الناس اللي كل يوم بيفوتها يا إما العصر يا إما المغرب، بس بصلي الباقي يعني. بس يا إما العصر يفوتني يا إما المغرب يفوتني، يا إما بأخر الصلاة قوي بس بصلي كله، يا إما اللي هو كده. شهر رمضان دوت الصلاة في ميعادها مع الأذان، على قد ما أقدر طبعا. السنة ما بقتش حاجة تقيلة أصليها. التراويح على قد ما أقدر في المسجد، التراويح كل يوم الشهر ده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. التراويح كل يوم، وإن شاء الله يكون أول شهر بصلي في التراويح كلها. ليا الورد بتاعي، الورد لازم أحاول أخلص على قد ما أقدر. أنا عارف إمكانياتي، أنا هخلي إن أنا بحاول أقرأ نص جزء في اليوم، لو أكتر يا ريت، بس نص جزء في اليوم. إن أنا أخلص الختمة بتاعة رمضان في شهرين أو أقل إن شاء الله. آم، لازم يكون معاك مصحف بتاعك ليك مركز، انت مركز فيه وحاطط المارك بتاعتك انت واقف فين وكده. لازم تكون متابع بالمصحف اللي في تليفونك. آم، وده بالنسبة للصلاة والقرآن يعني. وتحفظ صور جديدة، أنا كنت اتكلمت في الحوار ده قبل كده أظن، بس هتكلم عليه تاني. حاول تحط صور، انت جزء عامة جزء كبير هو جزء، فانت الأربع خمس ست سبع صور اللي بتقراهم في الصلاة ممكن يتغيروا، ممكن تحفظ تاني. انت هتلاقي اصلا انت حافظ معظمه عشان دي حاجات كنا بناخدها في المدرسة. غير الصور اللي انت بتصلي بيها، احفظها throughout رمضان، صور كبيرة وصور قصيرة تصلي بيهم. طيب، الجزء الصعب بالنسبة لي، عشان دي حاجات كلها آم، الحمد لله الحمد لله ديننا مسهله لنا، بس الجزء الصعب بالنسبة لي هي اللي بعد الفطار. آم، صيامك قبل الفطار هو المفروض خلقك بعد الفطار. بيبقى فيهم الشتايم والنرفزة والحاجات بقى يعني، كل حاجة. أي عادة وحشة أنت بتعملها، لو أنت يعني غرقان فيها لدرجة إنك مش عارف توقف أي عادة، يعني مش عايز أقول لك مش هكلمك على إن أنت توقف كل حاجة بتعملها غلط. لو في حاجة بتعملها غلط مش عارف توقفها في شهر عشان رمضان عشان ربنا، أنت في ليفل وحش أوي، محتاج تلحق نفسك، محتاج تفوق الحياة. فزي ما بقولك، قبل الفطار مهم جدا وصعب جدا عشان انت تكون جعان فمقريف وكده، بس بعد الفطار مهم جدا. بعد الفطار ك... كلام عن الناس وكشتيمة
وكنرفزة كحاجات بقى غلط بتعملها، كأن أنت بتختار خروجة مثلًا على إن أنت تروح تصلي التراويح في الجامع، إن أنت المفروض تكون فاهم كلمة مُعتكف بس في دماغك، أنت في في شهر روحاني جدًا، على إن أنت تكون مركّز على أي حاجة تانية. أنا يعني كلام كتير أوي على إن أنت ما يعني أنت مش الصح إن أنت تسيب حياتك كلّها وتعتكف في المسجد عشان شهر رمضان والّا عامةً، بس ده مش معناه إن أنت قاعد في أي شهر عادي، ده شهر السعي. إذا كان سعي إن أنت تغيّر من شخصيتك، لو أنت بني آدم بيتنرفز، بيشتم، بيزعّق، همجي، كل الحاجات دي كلّها ده بني آدم سعي، أنت ده شهر السعي إن أنت تغيّر من الحاجات دي، ولو حتى الشهر ده بس. شهر السعي إن أنت ما تفوّتش صلاة، السعي إنك قرآن، السعي إنك تروح الgym، السعي إنك تاخد بالك من جسمك، السعي إنك تاخد بالك من عيلتك، السعي إنك علاقتك بعيلتك اللي في بيتك، باباك ومامتك وأختك تبقى حلوة جدًا، علاقتك ب بصلة الرحم كلّها تبقى حلوة جدًا. سعي، أنت بتسعى في إن أنت مواظب ما بين الشغل أو الجامعة والمذاكرة والشغل التقيل وكل الحاجات دي كلّها، مع كل الحاجات بتاعة العبودية والمشاغل الدنيا مع الصلاة ومع التراويح ده وقت السعي. أنا هاسعى الشهر دوّة maximum. إحنا كبرنا أوي، إحنا محتاجين نطلّع فلوس، إحنا محتاجين ننزل نعبّي كراتين ونساعد ونودّي ده وقتنا، ده إحنا، ده actually ده الوقت بتاعنا إحنا. بس الشهر ده بالنسبة لي هو أول شهر رمضان أحس إن أنا قريّب أوي أو مركّز أوي في كل حاجة ليها دعوة بربنا، وكل حاجة ليها دعوة بأسلوبي وبكلامي وبطريقتي وأخدت بالي النهارده مثلًا وأنا ماشي عشان كان وقت الفطار، وحد ماشي وكَسَر عليّا وشتمني ومش عارف إيه، وأنا كنت اللي هو ماشي، انبسطت من نفسي جدًا. أنت بمعنى الكلمة علشان ربنا أنت بتغيّر في شخصيتك وبتغيّر في أخلاقك وبتبقى بني آدم كويس وأحسن. فغوص في الحوار دوّة، مش عيب إنك تتفرّج على داعي إسلامي، مش عيب إنك تركّز في حياتك، تركّز في نيّتك، تركّز في إنك تكون كل حركة بتعملها في حياتك وكل فكرة جاية في دماغك وكل خروجة وكل كلام طالع من بُقّك بنيّة صالحة وبتركيز وعشان الشهر دوّة وكل حاجة. وبس. آمم زي ما قُلت، كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وما تخلّيش الدنيا تسحلك في شهر زي دوّة، المسلسلات تتعوّض، العزومات تتعوّض، الخروجات تتعوّض، شهر رمضان بالعزومات وكل حاجة، بس ده مش معناه إنك لو معزوم في حتة ما تنزلش وتصلّي، ده مش معناه إن أنت عشان تنزل تتسحّر والّا عشان تنزل تعمل حاجة تأخّر الوِرد بتاعك لو أنت حاطط له وقت، لو أنت كل حاجة pause حياتك الاجتماعية شوية، مش لازم تبقى نهائي، مش لازم تبقى extreme، بس علشان تعرف تركّز في المهم وتركّز في ال في عقلك، تلاقي نفسك بتكبر وبتعقل في شهر زي دوّة، إن أنت قد إيه بتتحسّن في حياتك وفي شخصيتك علشان تعرف تأدّي وتبقى كويس شهر روحاني ومبارك زي دوّة. بس ادعي لي وربنا معانا كلّنا ويسهّل لنا عبادته وييسّر لنا ويقرّبنا منّه من عبادته ويبعدنا عن أي ابتلاء ويكتّر من أي بركة ورزق وأفكار حلوة ويبعد قلبنا ونِفسنا عن أي حاجة وِحشة. بس رمضان كريم عليكم. أنا هانزّل أنا بقى لي كتير أوي ما نزلتش، مش عارف ليه الدنيا أخدتني فعلًا بس بنتكلم. بس هاحاول أركّز أكتر وأنزّل كل أسبوع إن شاء الله، وأشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.